وراك الفراخ قطعتها بالنشا والسكر عملتها، ولادك عايزين يشتروها من المول، ده كان زمان. في البيت اسهل واحلى بكتير. اكتبي لي تعرفيها ولا لا. اولا كده معايا افخاد دجاج او وراك فراخ، هبتدي اقطعها، اشيل الجلد واقطعها مكعبات. هرش عليها ملح فلفل اسود جنزبيل وهتبلها. هنزل في بوله كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا، بياض بيضه، ورشه ملح، وكوبايه من الميه عشان اعمل خليط طنبوره. نزلت قطع الاوراق فيها وبعدين حمرتها في زيت غزير. اهم حاجه تستوي كويس وتاخد لون مظبوط، لازم تستوي كويس. هطلعها على مصفى وهجهز الصوص: كوبايه كاتشب، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه خل، ربع كوبايه صويا صوص، وصوص حار لو تحبوا او سويت تشيلي صوص. وكنت مقطعه بصل وفلفل الوان ومربعات، نزلت بيهم شوحتهم في الزيت، وبعدين نزلت بالفراخ، وبعدين حطيت الصوص. طبعا الفراخ مستويه ورشه من السمسم هتمتص احلى صوص. مين بقى يحب الدجاج الكانتون او الدجاج سويت اند ساور اللي بندفع عليه فلوس كتير قوي في المطاعم؟